السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة دي ديزاين. هنتكلم على موجة حصلت الفترة اللي فاتت إن إحنا ممكن نشطب شقتنا ب100,000 و200,000. إحنا ممكن نوفر في الخامات، ممكن نقلل في الكوست، ممكن نقلل في الماتيريال. يا جماعة مش شرط إن مهندس يشطب شقتك، إحنا ممكن أكون أستاذ أو علان أو أنا نجار أشطب لك شقتك أو فيلتك أو حاجات من هذا القبيل كتير. الفيديو اللي هنشوفه النهاردة ده بصراحة فيديو محزن ومؤسف، وأنا ما بحبش أنشر الحاجات دي على صفحتي، ولكن انا اما نزلت الفيلا اللي احنا فيها دي حزنت بصراحه. والله يعوض على صاحبها. اقول لكم التفاصيل اللي احنا شفناها بالكامل. اولا احنا دخلنا دي فيلا في الشيخ زايد. الفيلا دي مكونه من 3 ادوار. دخلنا اول حاجه ان السيراميك اللي موجود على الارضيه ده كله لحامات مش ماشيه مع بعضها ومش ميزان. يعني انت لو دلوقتي ميه هنا، الميه كلها هتمشي على مش على صرف ولا اي حاجه خالص. وكل الشغل كل الشغل بالكامل مسنن. يعني ايه مسنن؟ يعني ايدك بتخبط. فكل الشغل ده كله عشوائي، عشوائي بمعنى كلمة عشوائي. نخش بعد كده على المطبخ. احنا الكومباوند مسلمنا او مسلم الشخص اللي بيشطب او الشركة اللي بتشطب مسلمها عاملة فوم حراري لكل الفيلا. ناس محترمين جدا، عاملة فوم مسلمها بتعيز العزل الحراري وعزل الصوت. حاجة حلوة جدا. اما عميل بيطلب الحاجات دي بتكلف كتير، بتكلف فلوس كتير. طب هو اوريدي الكومباوند مسلمك بالطريقة دي، انت نازل تشطب تكسر الكلام ده كله، تكسر العزل اللي هو عامله، كسر العزل بالكامل، كسره. انا مش فاهم الفكره في ايه ان انت تشطب حاجه، تكسر حاجه ذات تكلفه وحاجه حلوه جدا وكتير جدا بيتمنوها، ولكن اللي بيعوقهم العائق المادي. هنتكلم في المطبخ اللي احنا فيه ده. هو في المطبخ اللي احنا فيه ده اسس حوض واسس غساله، بغض النظر ان مطبخ يا جماعه كبير. طب هل ده معمول طبقا لاصول، طبقا لتصميم؟ لا. طب التاسيس اللي موجود تاسيس غريب، يعني حاجه زي ما انتم شايفين كده 2 ت. نيجي بعد كده على موضع الغسال، طبعا مكسر في كل حاجه. والكابلات الكهرباء هنتكلم فيها اما نروح عند بواط التجميع. نخش مثلا عند حمام الضيوف. حمام الضيوف انا دخلت برضه نفس النظام، كسر في كل حاجه. الصرف اللي داخل القعده ده باين من واجهه، باينه من واجهه كده. الصرف ده باين من الواجهه من هنا اهو، باين في الواجهه. نيجي نشوف هنا. طيب لوجيك كده، لوجيك. ده مش محتاجه مهندس. انا هحط القعده بتاعتي هنا وده المدخل بتاعها، عامل لي مدخل السخن والبارد جنبها. طب انا هركب القعده ازاي؟ ما القعده اهي، القعده هتركب كده، هركب السخن والبارد ازاي؟ بعيد لي المحبس هناك، السخان فوق، الحوض عامله هنا ده طبقه مش دي تصميم يا جماعه. دي حاجات مش محتاجه. طب الله يعوض على صاحب الفيلا دي. نخش بعد كده على لوحه الكهرباء. لوحه الكهرباء هي طبعا مش مفهومه، بس اللي انا ممكن اقوله لك ان فيها لحامات. يعني ايه لحامات؟ يعني الاصفر مع الازرق وفي لحام في النص، دي اللي احنا بنتكلم فيها كوارث. طب احنا اتكلمنا من هنا، ده السلم اللي هيطلع على الدور الثاني. فهو سلم مساحته كويسه 120. فهو بنى الكلام ده كله، انا ما اعرفش بنى الكلام ده كله بيربي برج حمام ولا بيعمل ايه. فقفل الدنيا خالص. طب قفل الدنيا خالص، عمل هنا بالتالي ورا هنا خوانق مش مفهوم. يعني المساحه دي كلها، تعالى هنا اوريهم المساحه دي كده. المساحه دي كلها هتستغل في ايه؟ اللي على اليمين دي مساحه كبيره ما شاء الله. طيب وات الخدمات؟ ما فيهوش ولا سلك خدمات تيار خفيف مشدود فيه، اللي هو الساوند سيستم والدش وكابلات النت والكلام، تفاصيل مش مشدوده. طبعا الكهرباء فيها مشاكل كتيره جدا. والسلك المستخدم هنا، سلك مجهول الهويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مضروب. طيب هنتكلم حاجه تانية، اللوجيك برضو. احنا دلوقتي عندنا فيلا جميله، عايزين نعمل صرف التكييفات. صرف التكييفات فين؟ اماكن التكييفات فين؟ مفيش اماكن تكييفات اصلا، مفيش صرف ليها. طب هو العميل دلوقتي عايز يركب تكييف، هيصرف الصرف بتاعه فين؟ هيطلع بقى بره ويحط حاجه تحت ويحط فيها الميه؟ طب ما انا جايب ناس ليه وبصرف ليه وعايز اشيل هم من على دماغي ليه؟ جبسن بورد. الجبسن بورد ده عشوائي الى اقصى درجه. بصوا الجبسن بورد، الجبسن بورد من فوق عشوائي. وانا حزين وانا بقول عشوائي. الجبسن بورد. نطلع شوفوا حتى اللي باني شايفين البانيه عامله ازاي؟ طيب شايفين بقى الكارثه الكبرى؟ الحته المملحه، الميه المملحه فوق دي،
دي نتيجه ميه سالت هنا، والله اعلم، احنا عارفين مش عارفين الميه دي جت منين ونزلت بالطريقه دي. بغض النظر عن ابراج الحمام اللي معمول، نطلع على السلم اللي موجود. طبعا معظم السلوك هو خلص تاسيس كهرباء، معظم العلب ما فيهاش سلوك. نطلع على السلم، السلم هو ما شاء الله بنى عليه وشطره شطره مريبه. يعني ايه شطره شطره؟ يعني السلم جاي بشطره كده. هنطلع شوف العلاقات برضو اللي فوق السلم، العلاقات ذات نفسها، العلاقات حاجات. طب حتى لو هو مستلم دي كده، ما ممكن تعمل بجبسن بورد نحلي شكلها. خش برضه على السيراميك الباركيه اللي راكب هنا. السيراميك الباركيه اللي راكب هنا لو خدتوا حضراتكم ولا شفتوا الحته دي بالعين مش محتاجه ميزان، ان الحته دي عامله كده، عامله كده. فده الصنايعي اللي اشتغل هنا او الناس اللي اشتغلت هنا، كان في حد مشرف على الشغل ده يا جماعه، وشركه. ما كانش زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. خش بقى على حاجه جميله قوي. انا اول لما جيت بصيت عليها قلت لهم ليه يا جماعه انتوا مركبين ابواب كتيره كده بحيث انتوا تخزنوا؟ قال لا دي ابواب الموقع. طب نبص بقى على ابواب الموقع، الابواب اللي اتوردت في الموقع. ده باب ابلكاش، باب ابلكاش وضع انا ما شفتش في حياتي ابواب كده. التسكيك بتاعها، كل الابواب دي وضع انا ما شفتوش في حياتي. بص الابواب متدبسه، كل شغل ابلكاش. دي الابواب، شايف فراغ؟ دي الابواب اللي راكبه في السايت. خش شوف الباب التاني. هو هنا بقى قال ايه؟ الباب هناك ساده فاحنا نجمله بقى. فما شاء الله حط ابلكاش تاني جمله. ده اما بيدهن طبعا الوضع بيبقى سيء جدا. انا كده سايب الباب اهو، الباب بيفتح. الباب التاني، الفينش بتاع الابواب وتركيب الابواب والعلاقات بتاعت الابواب. شايفين العلاقات هنا؟ علاقات هنا جوه. تعالى هنا هندسه، العلاقات هنا المحاره وتقفيل مفيش. المحاره هنا عايز اقول لكم اللي هيخش يشتغل بالمعجون على المحاره دي يعني سيئه 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 الى اقصى درجه. طب معانا هنا كل ده منشع، كل الشغل ده منشع. كل اللي بنى ما عملش طرف رباط. تعالى اقول كده هندسه، اللي ما عملش هنا طرف رباط فكله مشرخ، كله مشرخ. طب هنشوف بقى النقاش اللي اشتغل هنا. شايفين يا جماعه اللي انا ال... ال... شايفين المنظر؟ الجبسن بورد. تعالى يا هندسه نخش على الحمام. الحمام برضه كسر العزل بالكامل بالكامل. حط هنا الحوض تأسيس زي ما انتم شايفين. عمل هنا، هو عمل ايه؟ قال انا لازم امحر الارضيه. انا مش عارف ليه انت هتمحر الارضيه، يعني انت محرتها ليه؟ طب الحمام ده معزول، طب الحمام ده لو معزول ما كانش نشع تحت. الحمام ده لو معزول كان الميه اللي انتوا شفتوها تحت ما كانش نشع فيها. تاني حاجه، انت محرت الارضيه ليه؟ هتركب بورسلين، طب الاولى ان ده اللي يتمحر. الحوائط تتمحر والارضيه اوكي بتمشي منى ومد عادي، انما تتمحر الفوم. تاسيس المدخل بتاع الصرف، كل ده يا جماعه الاشراب بايظه، الاشراب كلها بايظه بالكامل، والسخن والبارد كل ده بايظ، كل ده هيحتاج تعديل. طب انت خلصت بند السيراميك، خلصت، ما خلصتش ليه الحمامات معاك والمطابخ؟ طبعا الكهرباء زي ما احنا قلنا. طبعا عايزين نتكلم في حاجه ثانيه بغض النظر ان هنا برضه ما فيش اماكن تكييفات ومش عارف هيصرف فين. التيار الخفيف بالكامل اللي هو الدش والساوند سيستم والكاميرات، كل ده مش مشدود. يعني انت اصلا مش عارف فين اماكن التلفزيونات. طب هتشدها ازاي؟ طب هتمدها في سلوك عامله ازاي؟ همشيها مع سلوك مع خراطيم اللي فيها الكهرباء، ما ينفعش. التيار الخفيف بينفصل عن التيار التاني، وده انا شرحه في فيديوهات كتير. طيب هنا برضو اماكن التكييفات، اماكن التكييفات كلها بالكامل مش موجوده. شفتوا؟ شايفين التنشيع بقى بتاع الحمام اللي احنا بنتكلم عليه ورا؟ بصوا المنظر، بصوا المنظر، كل ده تنشيع، كل ده منشع. ملحت. طب هل هي ملحت لانها مقفوله بقالها فتره؟ انما اول لما تفتح هتلاقي الدنيا برضه منشعه معاك تاني. شطب، حط عفشك، ما شاء الله هتخش طبعا بالكوارث دي كلها. شيل عفشك تاني، يلا نكسر الفيلا تاني، يلا نعالج الحمامات تاني، نعالج المطابخ تاني. ده انا عايز اوصله ايه؟ ما بنسترخصش، ما نمشيش مع موجة الترند. انا ممكن اشطب لك شقتك ولا فلتك ب 100,000 ولا 200,000.
انت بتفكر بالطريقه دي واتس اوكي يعني تمام جدا. فكر بالطريقه دي واشتغل بالطريقه دي وشيل عواقب الطريقه دي. طيب الوضع اللي هنا ده وضع ميؤوس منه. طب انا يا باشمهندس محمد هتشتغل هنا في الشغلانه دي؟ لا، انا عملت الفيديو ده ليكوا فقط. انا قدامي حالتين، لو اشتغلت في الشغل ده هكمل على هذا الشغل، وطبعا انا غير قابل بالكلام ده ان انا مش هشيل الشيله الموجوده في الفيلا دي كلها بالكامل، او الطريقه الثانيه ان انا هخش اكسر بكامل الفيلا دي كلها تاني. طبعا العميل مش هيوافق مش هيوافق، هيبقى طبعا البادجت بتاعه لا يسمح بهذا الموضوع، لان هو اوريدي صرف مبالغ هنا على الفيلا، فمش هيسمح بالكلام ده كله. يا جماعه ما تسترخصوش، جماعه مش كل حاجه نفكر فيها رقم كام، الفلوس كام، ايوه الفلوس كام والمواصفه ايه. مش انا هشطب شقتي ب 200,000، الله انا هشطب معاك، لا طب 200,000 هتعمل لي بيهم ايه؟ هعمل لك بيهم بنود نجاره، سباكه، كهرباء، كان طيب نخش مبدا كل بند مواصفته ايه، الاسلاك ايه، الكهرباء ايه، اختبارها ايه، الابواب هتجيبها، ما هو باب ده باب موجود، مواصفته ايه، تفاصيله ايه. والله العظيم الابواب دي يا جماعه اقسم بالله العظيم ده ما حد يعني ده ما لا يصلح اي حاجه في الدنيا. اتمنى ان الفيديو تكونوا وصلت لكم رساله عايز اوصلها لكم. الله يعوض على صاحب الفيلا دي. وانا برضو بقول لكم ان انا مش هشتغل في الفيلا دي ولا هاخدها ولا هحط فيها مسمار. شكرا لحضراتكم جدا.